اسيا. ها جيد. انتم عرب افريقيا دائما تنظرون لمنتخبات عرب اسيا على انهم عندنا وتدخلون تستهزئون بالفرق، واليوم اكلتوها. لا اليوم ضرب. خليها لي على جنب. اليوم ضربوكم ضرب يا حبيبي. خليها لي على جنب. انا حاحكي لك ايش صار مع المنتخب التونسي. تفضل. المنتخب التونسي يا علي لما وصل الدوحه وصل ب6 لاعبين. 7 من اللاعبين المنتخب التونسي يلعبون في الترجي وكانوا على موعد مع البطوله الافريقيه الشامبيونز ليج ووصلوا البارحه. باقي اللاعبين الذين يلعبون في اوروبا سيصلون في ثالث مباراه. المنتخب التونسي لعب بناقص لاعبين اساسيين، ولكن كذلك لعب بنقص واجهاد بدني كان واضحا. إذا رجعنا إلى المباراة، إذا رجعنا إلى الدراسة التكتيكية للمباراة، رأينا منتخب تونسي منظم تنظيما جيدا، لكن مشكلته كانت في ماذا؟ في عدم دقة إيصال الكرات، عدم دقة التعامل الفني مع الكرات، الإجهاد البدني. الاتكالية كانت كلها على علي معلول، الذي ربما أنا أستغرب بعض الشيء، لأن علي معلول الأهلي وعلي معلول الصفاقسي ليس علي معلول المنتخب. الدور الذي يقوم به مع الأندية ليس بكفاءة أكثر من دوره مع المنتخب، وهذا ما كان يجب أن ينتبه له سامي طرابلسي. لأنه لما تشكيلة تضم علي معلول، ساسي، بن رمضان، مرياح، دحمان، الشواق، هذه تشكيلة المنتخب الأول. إذا أضفنا لها كذلك هانيبال المزجري الذي منع من الحضور بسبب تواريخ الفيفا التي ربما انا انادي ان على جاني انفانتينو ان يعطي حق العرب انها تكون تواريخ فيفا. هذا السؤال اللي انا اريد اساله واتداخل به من ضمن المباراه ايضا. البطوله برعايه الفيفا. نعم. والبطوله نعم، وان كانت في قطر وان كانت النسخه السابقه والحاليه والنسخ القادمه، ليش ما تم اعتمادها ضمن أجندة الفيفا داي؟ وهذا ما سيكون إن شاء الله في قادم المباريات. لماذا؟ المباريات ولا البطولات؟ في قادم البطولات عفوا. نعم. لماذا؟ بسبب معاناة بعض المنتخبات من إشكالية غياب اللاعبين النجوم. تخيل يا علي لو أن منتخب الجزائر سيكون بحضور محرز، تخيل لو كان المنتخب المصري سيكون بحضور محمد صلاح، تخيل المنتخب التونسي بألمع نجومه الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، المنتخب المغربي بنجومه الذين يلعبون في أوروبا، كيف ستكون البطولة؟ انت بتكون مبسوط كابتن، بس احنا الصراحه يعني بتكون منافسه صعبه علينا. استنى، هنا انا افتح لك شنطه تحدي عرب افريقيا وعرب الخليج.